على خطى المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، يعد شهر رجب من الأشهر الأربع الحرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وهي أشهر مفضلة. اليوم نستقي الهدي النبوي الشريف في هذا الشهر العظيم، شهر رجب، رفقة الأستاذة بشرى برطيع، عضو المجلس العلمي المحلي لإسقاط، والتي تحضر معنا مشكورة عبر الهاتف. أستاذتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا، وشكرا على تواصلك معنا أستاذتي في هذه الفقرة التي نهدف من خلالها أن نسير بفضل الله تعالى على خطى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيك أستاذتي الكريم. إذن أستاذة، نتساءل بداية عن فضل هذا الشهر الذي نعيش أيامه، شهر رجب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أشكرك أستاذتي رجاء على هذه الدعوة الكريمة. العفو أستاذة. شهر رجب هو أحد الشهور الأربعة الحرم التي حرمها الله تعالى في كتابه العزيز. يقول سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالله سبحانه وتعالى حرم من الأشهر 4، اختارها على بقية الشهور واختصها بفضله وأعلى قدرها وعظم شأنها، فكانت لها مكانة خاصة. وهذه الأشهر الحرم منها 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، والرابع هو شهر رجب الحرام. نعم. وسميت الأشهر بالحرم لتحريم القتال فيها، كما أن انتهاك المحارم في هذه الأشهر أشد من غيرها من شهور السنة. والله عز وجل خصها بالذكر ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها، وإن كان منهيا عنه في كل زمان. نعم. وسمي شهر رجب بذلك لتعظيمهم إياه في الجاهلية عن القتال فيه والترجيبه والتعظيم. ولما جاء الإسلام أبقى حرمة هذه الأشهر، لكنه نهى المسلمين عن انتهاكها وجعل الذنب فيها أعظم، فقال سبحانه وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومن أبرز ما جاء في تعظيم شهر رجب وغيره من الأشهر الحرم الابتعاد عن ظلم الإنسان لنفسه بارتكاب الذنوب والمعاصي واقتراف السيئات. وإذا كان شر الذنب يعود على صاحبه فإنه في الأشهر الحرم أشد وأعظم. ويختص شهر رجب أستاذتي الكريمة فضلا عن كونه من الأشهر الحرم بأنه شهر الاستعداد لاستقبال شهر عظيم وهو شهر رمضان، وذلك بإصلاح النفوس وتهذيبها وإبعادها عن المعاصي والآثام. لذلك يسميه العلماء شهر الغراس وشهر الزرع. قالوا عنه: شهر رجب شهر للزرع، وشعبان شهر السقي للزرع، ورمضان شهر حصاد الزرع. فكيف بمن لم يزرع ولم يسقي أن يحصد؟ فحري بنا أن نبادر جميعا في شهري رجب وشعبان إلى التوبة والاستغفار واغتنام الأوقات للاجتهاد في الطاعات استعدادا لشهر الجني والحصاد. نعم. نعم. طيب أستاذتي الكريمة، نتساءل عن الهدي النبوي الشريف خلال هذا الشهر الحرام، شهر رجب، وما يتعين أن نقتدي به من أعمال. نعم أستاذتي الكريمة، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
فالاهتداء لا يحصل إلا بالاتباع والاقتداء بأفضل الخلق، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان مداوما طوال الشهور على الطاعات من صلاة وصيام، إلا أنه كان يكثر منها في بعض الشهور ويخص بعض الأيام دون غيرها، كما جاء في الصيام عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان. قالت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. أما شهر رجب أستاذتي الكريمة فلأنه من الأشهر الحرم يستحب فيه المداومة على الإقبال على الطاعات والأعمال الصالحة وصيام التطوع والذكر وقراءة القرآن والاستغفار وغيرها من الطاعات، من غير تخصيص هذا الشهر بعبادة بذاتها من صيام يوم معين مثلا، أو القيام بعمرة أو ذبح ذبيحة مثلا، فيستحب فيه ما يستحب من الطاعات في غيره من الشهور. فيصوم المسلم مثلا يومي الاثنين والخميس من شهري رجب وشعبان، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ويستحب أيضا صيام الأيام البيض، وهي 3 أيام يكتمل فيهن القمر، أيام 13 و14 و15، لقول أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام البيضة، 13 و14 و15. ويستحب أيضا صيام يوم وفطر يوم، فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فلم يثبت أستاذتي الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صام شهر رجب كاملا ولا شهر شعبان كاملا، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تكمل شهرا قط إلا رمضان. لذلك فصيام رجب من باب التطوع، ويستوي في ذلك ثواب أول يوم مع آخره، مع الإقبال على باقي الطاعات. إلا أنه شهر الزرع استعدادا للسقي في شعبان والجني في رمضان. فاللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه وبارك لنا فيه يا رب آمين. شكرا جزيلا أستاذتي الكريمة الأستاذة بشرى برطيع، وأنت عضو المجلس العلمي المحلي لإسقاط، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف مجمع الخير لهذا اليوم. قربتنا من فضل شهر رجب وكذلك الأعمال الصالحة المستحب فيه سيرا على هدي نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نشكرك.